بص يا صديقي، تخيل معايا كده تكون شاب فقير وضعيف وحالك يصعب على الكافر والنبلاء بيعذبوك لحد ما تموت. ومن هنا ستبدأ حكايتنا. في يوم وليلة يتشقلب حالك وتتولد من جديد بجسم طفل من الأمراء وتبقى الأقوى على مر تاريخ البشرية. قبل ما نبدأ يا صديقي ما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أقول لك إن حكايتنا النهاردة غير أي حكاية شفتها أو هتشوفها في حياتك. حكاية النهاردة أقل ما يقال عنها إنها أسطورية بمعنى الكلمة، فعاوزك تروق لي دماغك كده ويلا بينا نبدأ حكايتنا. في الوقت ده بنشوف بطل حكايتنا بيخرج آخر أنفاسه والنبلاء بيعذبوه وقاعدين يلعبوا بيه حرفيا وكأن حياته لعبة في أيديهم. وقبل ما يموت بيقول أنا ليه ما اتولدتش بقوة سحرية زيهم كده؟ ما كانش في إيدي حاجة أعملها عشان أبقى زيهم. وخلاص بطلنا يفارق الحياة. ومن هنا تبدأ حكايتنا. في اللحظة دي بيفتح عينه وبيلاقي حواليه خادمات كتير وهو مش فاهم أي حاجة، وبيرفع إيده وبينطلق سحر قوي جدا منها وبوم بيدمر برج القصر بالكامل. أوبا، وهكذا ولد بطلنا من جديد. بس المرة دي مش واحد عادي، لا ده الأمير السابع لويد، ودي الحياة اللي كان طول حياته بيتمناها. ونعرف إن أول ما اتولد لويد قعد يقرأ في كتب السحر وكمان أطلق سحر قوي جدا، وده كله وهو لسه مولود. ودي طبعا أكبر صدمة لكل المملكة. وهنا لويد هرب من الخدم وراح لمكتبة القصر واللي فيها أسرار كتير جدا عن السحر. ونعرف إن لويد مهووس جدا بتعلم السحر. وفي اللحظة دي بتيجي واحدة ودي تكون معلمته سيلفا، واللي تعتبر من أقوى المقاتلين في المملكة بالكامل. وبيتدرب لويد على المبارزة ولويد بيكون مواكبها بالعافية. ودي طبعا أكبر مفاجأة لأن لويد لسه طفل وبيواكب أقوى فارسة في العالم. وفي اللحظة دي لويد بيستخدم السحر وبيطول سلاحه وبيعزز من قوة جسده، وكمان بيطير سنة من على الأرض وبيهجم عليها بقوة. بيتبادل معاها ضربات قوية جدا وبيتحرك بسرعة جدا وبيهجم عليها من ظهرها وبوم بتتصدى ليه وبتقول له كنت بتغش مش كده يا لويد؟ اوبا قفشتك يا معلم وانت بتستخدم السحر. بس بتنبهر جدا بيه وبتقول له استخدمت سحر الطيران وطولت سلاحك، انت عبقري فعلا يا لويد. حتى اقوى المقاتلين في العالم ما يقدروش يستخدموا تعويذتين في وقت واحد. لويد بيقول لنفسه الحمد لله ما خدتش بالها اني استخدمت 4 تعاويذ مش 2 بس. اوبا يا ابن اللعيبه يا لويد. وبيمر الوقت وهنا نعرف ان في القصر ده في مكتبه سريه تحت الارض، لا وايه كمان فيها شيطان مختوم جواها، الشيطان جريموار. واول ما لويد بيسمع الموضوع ده بيروح جري للمكان ده وبيلاقي فيه حراس بيحرسوه، فبيفعل تعويذه اخفاء على نفسه وبيقرب للحراس وبيسمع واحد وهو بيقول للتاني خليك مركز عشان بيقولوا انه جوه المكتبه دي في سحر قادر انه يزلزل المملكه كلها في غمضه عين. وغير كده في شيطان قوي جدا مختوم جوه. وفي اللحظه دي بيدخل لويد بينهم والحراس لا حياه لمن تنادي، والحارس بيقول حتى لو حد عدى المكتبه مقفوله بختم مفيش حد في العالم ده كله يقدر يكسره. بس طبعا كل ده ولا يفرق مع عم لويد، بيطلق سحره وبوم بيفرتك القفل على طول وبيدخل المكتبه. وفي تلك اللحظه بيتحرك كتاب بسرعه كبيره جدا وبيطلع منه روح وبيقول احييك والله انت الوحيد اللي قدرت تكسر الختم، بس ايه رايك تحررني من هنا؟ فلويد بيقول له انت مين بقى؟ فبيقول له انا جريموار. اوبا ده الشيطان اللي مختوم في المكتبه. وبيقول له لو حررتني هديك اي حاجه انت عاوزها. وبيقول له حتى لو دهب خد اللي انت عاوزه. فلويد بيمسك الدهب وبيقول له يعني شيطان وكذاب وكمان فاشل، الوهم بتاعك ضعيف قوي. لويد يقصف ولا يبالي. ولويد بيقول له انا مش مهتم بيك، انا كل اهتمامي في تعلم السحر. فجريموار بيقول له طب ايه رايك اعلمك السحر القديم؟ اوبا قد لمعت عين لويد وفي اللحظه دي بيخرج سحره وبوم بيفجر الختم وبيتحرر جريموار. ولويد بيقول له يلا علمني. فجريموار بيقول له يا سلام ده هعلمك وزياده كمان. وبوم بيصيب لويد بقوه جباره يا ابن الغداره وبيكون هيخرج من المكتبه. بس لا يا معلم، لويد بيقول له وايه كمان؟ علمني كمان تعويذتين 3. لويد مش فارق معاه اي حاجه وبيكون محوط نفسه بحاجز، وجريموار بيهجم عليه بضربات كتيره جدا ومصدوم ازاي الحاجز ده بالقوه دي. وفي اللحظه
اللحظة دي لويد بيمتص ضربات جريموار وبيقول لا السحر ده قوي، وجريموار بيعمل اقوى تعويذة عنده وبيعمل تعويذة مزدوجة وبيخرج اقوى ما عنده. وكانت خيبة الامل. لويد ما تهزش حتى من مكانه والشيطان مش مصدق، ازاي دي اقوى تعويذة عندي؟ وبيخاف جدا وبيقول انا لازم اهرب من هنا بسرعة، وبيكون هيعمل كده بس لا يابا مش سهلة كده. في اللحظة دي بيتخبط في حاجة وبيكون ده حاجز بناه لويد اول ما دخل المكتبة، ولويد بيقول له ما ينفعش تمشي الا لما اعرف منك كل حاجة، ودلوقتي وريني هتدافع ازاي. وبيظهر سحر قوي جدا وبيهجم عليه وبوم بيفشخه حرفيا يا جدعان. وجريموار مش مصدق ازاي الطفل ده بالقوة المرعبة دي. ولويد بيرجع المكتبة كلها زي ما كانت ولا كأن حاجة حصلت، وجريموار قاعد محترم وبيقول للويد من دلوقتي اعلنت ولائي ليك يا سيد لويد، ما قابلتش اي ساحر بقوتك الجبارة دي قبل كده، وعشان كده عاوز ابقى مرافقك. فبيوافق لويد وبيقول له بس تحول لهيئة اصغر من كده، وبيتحول فعلا وبيقرب ناحية لويد وبيقول لنفسه ده غبي قوي، اول ما هقدر المسه هتحكم في عقله بكل سهولة. وكانت الصدمة الكبرى. جريموار اول ما بيلمس لويد بيخاف جدا، وشاف اكتر مشهد مرعب في حياته، قوة سحرية مرعبة لاقصى درجة، قوة مجنونة بالمعنى الحرفي، وبيخاف جدا. فلويد بيقول له من النهاردة هقول لك يا جريم اسهل من اسمك ده. وجريم بيقول لنفسه احسن حاجة اعملها ان اطيع الكائن ده والا مش هيرحمني. وبيمر الوقت وهنا لويد قاعد في المكتبة، فبيجي اخوه الكبير وده الامير البرت، وبياخد لويد معاه تدريب وبيصوب البرت على الاهداف وبيصيبهم كلهم بكل دقة. وبيجي دور لويد وبيقول لنفسه مش عاوز اجذب الانتباه، وعشان كده هقلل قوتي بنسبة 99% ويا دوبك احف في كل الاهداف. فجريم بيقول له انت عبيط، ده اصعب من اصابة الاهداف اصلا. والصدمة ان لويد بيعمل كده فعلا. بس في اللحظة دي اخو لويد حس بحاجة غريبة، اوبا شكله كده قفش لويد. وبعدها بيمشي ولويد بيقول لجريم عاوز انفذ تقنيتك وهي التعويذة المزدوجة. فبيقول له مستحيل، الشياطين بس بيقدروا يعملوها عشان نقدر نخلق كذا نسخة مننا. فلويد بيضحك وبوم بيمتص جريم جواه وبيدمجه بكف ايده وبيقول له هنقول التعويذة مع بعض، هتعرف يا جريم ولا ايه؟ فبيقول له عيب عليك انا شيطان برضه. وبيبدأوا وبوم جريم بيتصدم ايه كل ده وبيخاف جدا وبيقول له لويد يا ابني عقله هينفجر، ايه كل التعويذ اللي بتلقيها دي؟ فبيقول له عادي دي مجموعة كده من حبة تعويذ يا دوبك 100 تعويذة. وكانت الصدمة. فجريم بيقول له لا لا انا اخر 2 3. فلويد بيتحكم في بق جريم وبيبدأ في القاء التعويذة وبتنطلق قوة جبارة جدا. وجريم مصدوم انت بتعمل ايه؟ مش معقولة، ده بيدمج تعويذتين من الفئة الاسطورية ببعض وبيظهر قوتين مرعبين حرفيا. ولويد بيضحك وبيقول اذا دي هي التعويذة المزدوجة. وبيقول خطر جدا اوجه الهجوم ده على اي حاجة، وبيوجهه للسماء وبوم بتنفجر قوة جبارة جدا بتزلزل المملكة بالكامل حرفيا. لويد مجنون بمعنى الكلمة يا جدعان. ومن الناحية التانية واحد من الوزراء بيقول لألبرت انت ليه مهتم باخوك لويد كده؟ فبيقول له لويد عبقري من اول ما اتولد، وكمان حاجة الاهداف اللي حفاها دي كان قاصد يعمل كده، وانا عارف اخويا كويس واحتمال كبير في المستقبل يبقى اقوى ساحر في العالم. فالوزير بيقول له لا مستحيل، وبيبص للشباك وبيقول هو الدنيا ليلت بدري ولا ايه؟ لا يا معلم، ده من رعب قوة لويد عمل فجوة كبيرة جدا في السماء ودمر المكان كله. وجريم مرعوب مش مستوعب اللي بيحصل. حقه والله انا ذات نفسي مش مصدق. وفي اليوم اللي بعده بينتشر خبر ظهور فجوة عملاقة في السماء، وكل ده ولويد لسه بيجرب قوته. شكلنا كده يا صديقي هنشوف احلى عظمة قدام. وفي اللحظة دي لويد بيشوف خبر بيقول ان في مجموعة مغامرين اكتشفوا ديماس وجمعوا ادوات سحرية قوية. فلويد بيقول صحيح عاوز اروح ديماس، ما روحتش قبل كده. فجريم بيقول له هتخرج بره القصر ازاي؟ بس لويد بيعمل تعويذة وبيعمل نسخة منه طبقة للاصل، مفيش فرق. وبيقول بس مش كفاية، وبيدمج روح جريم في الجسم الجديد وبيخلي جسمه مدموج جواه زي ما هو عشان يقدر يتواصل معاه. وفعلا لويد بيخرج بره القصر، وفي الوقت ده لويد بيشوف وحوش بيجروا ورا بنت وبوم بتهجم بسرعة كبيرة جدا على اول واحد وبتفشخه، وبتروح على تاني وتالت وبتقضي عليهم. بس بيهجم عليها واحد من ظهرها فبتظهر مهارة قوية وبوم بتفرتكه في لمح البصر. ولويد بيراقبها ومصدوم من قوتها وايه نوع التقنية اللي بتستخدمها دي. وبيقول لويد احتمال كبير بتكون بتستخدم اسلوب الكي، والاسلوب ده بيحولوا فيه تنفسهم لقوة سحرية جبارة جدا. وفي تلك اللحظة البنت بتحس بوجود حد بيراقبها وبتقول له اخرج
انا شايفاك، وبيكون هيهرب، بس في اللحظه دي بتتحرك بسرعه كبيره جدا ناحيته. وكانت المفاجاه، لويد بيغير شكله وبيقول لها انا اسمي روبرت، وبيكون لويد دمج شكله مع شكل اخوه البرت وطلع الشخصيه دي، والبنت بتنبهر من جماله وبتقول له انا مغامره وبمارس الفنون القتاليه واسمي تاو. فلويد بيقول لها ايه رايك نروح ديماس مع بعض؟ فبتوافق وبتوديه فعلا، وبيدخلوا وتاو بتقضي على الوحوش اللي بتقابلهم وبيقعدوا يستريحوا شويه، ولويد بيطلب منها تعلمه اسلوب الكي اللي بتستخدمه، فبتوافق تعلمه. وفي اللحظه دي لويد بيحاول ينفذ اسلوب الكي وهي قاعده تتكلم وبتقول له ان تعلم الكي صعب ومحتاج تدريب كتير، وبتبص له. وكانت الصدمه، لويد طول ما هي بتتكلم كان بيمارس تنفذ الكي، وايوه بيقدر يطلق قوه الكي وبيحس بقوه جباره جدا، وبيقول ايوه هي دي. بس في اللحظه دي بوم بيحس بألم شديد جدا في صدره، وبيكون ده بسبب انه مش متعود عليه. وتاو مصدومه من سرعه تعلمه وبتقول له لو كنت عاوز تتعلم للدرجه دي فحاول تواظب على التنفس ده لحد ما تخلص الديماس. وفعلا بيبدا وبيمر الوقت، وتاو بتطلق قوتها وبتقضي على زعيم الديماس، وبتقول له لويد دلوقتي خلصنا الديماس، مش باقي حاجه غير اننا نفتح صندوق الكنز ونمشي. وبيروحوا فعلا للصندوق، وتاو بتفتح الصندوق، وفي تلك اللحظه بتظهر حاجه وبوم بتكون هتقضي على تاو، بس في اللحظه الاخيره لويد بينقذها. وهكذا ظهر الخطر الحقيقي، بيظهر كائن مرعب جدا، وتاو بتتصدم مش معقوله ازاي ديماس ضعيف زي ده يكون في كائن الليتش، حتى اقوى المغامرين ما بيقدروش يقتلوه. ولويد بيسال تاو عن ايه الليتش ده، فبتقرب عنده بسرعه وبتخرج سحرها وبتقول له انا اسفه، وبوم بتطيره بعيد بقوه كبيره جدا وبتخرجوا بره المكان. اوبا تاو بتخطط انها تضحي بحياتها وتقاتل الليتش على ما يهرب لويد من هنا. ومن الناحيه التانيه لويد بيقول هي ليه بعدتني بعيد عنها، وبيكلم جريم، وجريم بيقول له يا لويد ارجع بسرعه عشان المعلمه سيلفا هتكشفني. نرجع تاني لتاو اللي حرفيا متدغدغه وبتقول لنفسها مستحيل اقدر اهزم الكائن المرعب ده، وبتكون بتحاول تهرب. بس في اللحظه دي بيتكلم الليتش وبيقول تقنيات الكي مهارات حلوه بس ما هي الا مجرد شكل مش اكتر، انا بقالي الاف السنين هنا وانتم يا المغامرين ما الا وجبه بحل بيها بعد الاكل، وانت مش قادره حتى اني اكلك، بس الشخص اللي كان موجود معاكي قوته جباره جدا، هقتلك واروح اخلص عليه. ولسه ما كملش كلامه بتهجم تاو عليه بقوه كبيره جدا، بس بيتصدى ليها بالحاجز وبتغضب وبتهجم عليه بضربات كتيره جدا، وبوم بتكسر الحاجز وبتصيب ضربه قويه جدا، بس بتكون خلاص استهلكت كل قوتها ومش قادره تتحرك. والليتش بيظهر فوقها وبيقول لها زي ما توقعت انت ضعيفه جدا، قوتك دي كلها بتمثل صابع واحد بس من قوتي السحريه، معقوله خلاص تاو ماتت؟ لا يا صديقي، في اللحظة دي بوم بيتكسر هجوم الليتش وبيظهر لويد وبينقذ تاو وبيقول انا عاوز اروح بسرعة، عشان كده هخلص الحوار ده في ثانية، بس مفيش مانع العب معاك شوية. اوبا لويد ناوي على خراب يا جدعان. وفي اللحظة دي بوم بيظهر لويد ورا ليتش في لمح البصر، والليتش مش مصدق ايه التعويذة دي وبيهجم على لويد بضربات كتيرة، بس لويد محوط نفسه بحاجز وقاعد يفكر ازاي يدمج الكي مع السحر، وبيقول اذا هي دي طريقة، وبيتنفس اكتر وبيقول لا محتاج هوا اكتر. والليتش بيستمر في الهجوم على حاجز لويد على امل انه يحطمه. وفي اللحظه دي بوم لويد بيحطم الحاجز بنفسه، والليتش بيقول اخيرا وبيهجم بقوه كبيره جدا على لويد، وتاو بتقول لا يا لويد. ولكن في اللحظه الاخيره لويد بيقدر يدمج الكي مع السحر وبيتحرك بسرعه مجنونه جدا وبيتفادى كل هجمات الليتش. وتاو بتقول مش معقوله ده دمر الحاجز بنفسه عشان يقدر يستنشق هوا اكتر. ولويد بيدمج السحر والكي مع بعض وبيخرج قوه مرعبه في ايده وبيقول لا اقوى واحد، وبيعمل كل ده وهو بيتفادى هجمات الليتش. بس خلاص هجمات الليتش بتحاوطه من كل اتجاه، بس على مين يا معلم؟ لويد بيدمرهم كلهم بقوته الجديده، وتاو والليتش مصدومين ايه القوه دي؟ بس لويد شايف غير كده خالص وبيقول لا عاوزها اقوى، وبيخرج قوتين في ايده وبيقول اقوى اقوى اكتر، وبيهجم بضربات كتيره جدا وبيدمر كل هجمات الليتش وبيضحك وبيقول يلا كمل لسه عندي كتير اجربه. والليتش مصدوم مش مصدق ازاي تقنيات الكي دي تقدر تقارع سحري، لا دي اقوى من سحري كمان. ولويد بيخرج قوه جباره جدا وبيقول هي دي، والليتش بيحوط نفسه باقوى حاجز عنده، ولكن فات الاوان. بوم لويد بيفلعوا نصين حرفيا. يا فخامتك وجمدانك يا ابني، عظمه على عظمه والله. وتاو مش مستوعبه ايه كل القوه المهوله دي. وبعدها بيفتحوا الصندوق وبيكون فيه سكينه سحريه، فتاو بتقول
بتقول له مش قويه، تلاقي الافتتان بتاعها مش مميز قوي، والافتتان ده هو اسلوب سحري بيستخدموه بعض السحرة على اسلحه عشان يضيفوا لها قدرات خاصه. وفي اللحظه دي بتكون الارض بتبلع الصندوق. فلويد بيقول ايه اللي بيحصل؟ فتو بتقول له ده اللي بيحصل لما تكتشف ديماس، الارض بتبلع الصندوق والديماس بيتدمر. فلويد بيقول ايوه، يعني الصندوق ده هو مركز الديماس، وبيحاول يشده من الارض. وتاو خايفه جدا وبتقول له يلا يا ابني نهرب بسرعه. ولويد بياخد الصندوق وبيخرجوا من الديماس قبل ما يتطربق فوق دماغهم. وفي الوقت ده لويد بيقول لتاو صحيح انا عاوز اروح بسرعه، وبيودع تاو وبيطير بسرعه كبيره جدا. وتاو بتقول يا دي المصيبه، ما عرفتش اقابله ازاي تاني. وهنا لويد وصل للقصر وبيرجع لشكله الحقيقي، وبيدخل اوضته وبيلاقي جريم مرمي في الارض ومفشوخ حرفيا. وبتكون المعلمه سيلفا كانت بتدربه ودغدغته على الاخر. ولويد بيطلع السكينه اللي خدها من الديماس وبيعمل عليها تجارب وبيحطها في ميه سخنه وبيستخدم سحر الكشف. وفجاه بيظهر عليها رموز سحريه، وبيكون ده سحر الافتتان اللي معمول عليها. ولويد بيخرج منها جوهر المانا، وده المكون الرئيسي اللي بيتعمل بيه الافتتان. وبيقول بس بالكميه القليله دي مش هقدر اجرب اعمل الافتتان اكتر من مره. وعشان كده بيخرج سحره وبيحلل قوه المانا، وعرف بيتصنع من ايه، وبتكون مصنوعه من نواه ديماس. ولحسن الحظ ان لويد جاب معاه النواه الا وهي صندوق الكنز. وبعدها لويد بيجهز كل المكونات وبيصنعها فعلا. وبعدها بيروح لألبرت وبيطلب منه اسلحه كتير عشان يجرب عليها سحر الافتتان. وألبرت بيخلي الحراس يدوا اسلحتهم، وفعلا بيعملوا كده وبيكونوا زعلانين جدا. وواحد بيعيط وبيقول انا لسه شاري جديد وعليه اقساط، والله معقوله في امل انه ما يتدمرش؟ فواحد تاني بيقول له ده في الحلم، الافتتان اصعب سحر في الوجود ونادرا جدا ان في حد يقدر يستخدمه. لا وايه كمان، ده طفل عنده 10 سنين هو اللي هيجربه، فيعوض عليك ربنا بقى. وبعدها لويد بياخد السيوف وبيبدا في افتتان اول سيف. وجريم مش مستوعب ايه الولا المجنون ده، بيحط طبقتين لا 3 لا يمكن اكتر، وبوم السيف بيتدمر. ما هو اكيد مش هيستحمل كل ده، وبيجرب في اللي بعده يا هنايا سعده. وبعد محاولات كتير بينجح فعلا. وتمر الايام واخيرا بيخلص لويد السيوف وبيروح ويوريهم لألبرت. وكانت المفاجأة من بين ال 120 سيف 50 منها نجح، وده رقم اعجازي محدش في العالم قدر يعمل كده. لا وايه كمان، لويد بيقول لنفسه في الحقيقة نجح 80 سيف بس حاولت اضيف لهم قوة اكبر فتدمروا. يا جنونك يا جدع، حرفيا مهووس بالقوة والسحر. وألبرت مش مستوعب ايه كمية القوة اللي في السيف ده، مش معقولة نسبة نجاح افتتان بالقوة دي لا تتعدى ال1%. وبيقول لويد اكتر موهبة بكتير مما توقعت، ومن قوة افتتان لويد مش اي حد يلاحظ القوة دي. فواحد من الحرس بيقول اكيد يعني ما نجحش في كل دول، تلاقيه جاله احباط بعد ما دمر كل السيوف دي. ولسه بيحط السيف في الغمد بتاعه، بوم الغمد بيتفلق نصين. والولا مصدوم، مش معقولة خلاه بالقوة المرعبة دي. وألبرت بيشوف اقوى سيف وبيمسكه وبينبهر اكتر، ايه القوة الجبارة دي. فلويد بيقول له عاوز اشوف الاسلحة دي بتتجرب. فبياخدوا معاهم في مهمة لقتل وحش معين بيهدد القرى اللي جنبهم. وبيمر الوقت وهنا بيكونوا ماشيين ونعرف ان سيلفا رايحة معاهم، وده عشان تاخد بالها من لويد. فألبرت بيقول لها دايما مركزة على حماية لويد يا سيلفا. فبتقول له ايوه فانا معلمته وحارسته الشخصية. فبيقول لها بس كده يعني مش عشان بتحبيه مثلا؟ ولسه ما كملش كلامه بتكون هتخرج سيفها. فبيترعب جدا. وفي اللحظة دي وحوش بيهجموا عليهم، وبيكون لويد كان حاسس بوجودهم من الاول، وده بسبب تقنية الكي. وبيقول باستخدام تقنية الكي بقيت قادر اكشف المكان بالكامل. والجنود بيهجموا على الوحوش وبوم بيفرتكوهم في لمح البصر، وبيتصدموا من قوة سيوفهم اللي بقت جبارة جدا. وألبرت بيقول للجنود كل ده بسبب قوة اخويا لويد، بس بيكون متبقي وحش وبيهجم بسرعة على لويد. بس في اللحظة الأخيرة بوم بتظهر تاو وبتقضي عليه. وبتكون حاسة تاو بوجود روبرت هنا اللي هو لويد، بس ما بتلاقيهوش طبعا لأن لويد مش متنكر دلوقتي. وبتروح عند لويد وبتقول له انت شبه روبرت جدا بس انت لسه طفل. وفي اللحظة دي بتظهر سيلفا وراها وبتقول لها شكرا ليكي بس ما تقربيش للويد الأمير السابع. وبيكونوا الاتنين مش طايقين بعض، بس ألبرت بيدخل في النص وبيهديهم وبيدعو تاو انها تيجي معاهم وبتوافق. وبيمر الوقت وهنا كل الجنود بتنصب خيامهم وقاعدين يستريحوا.
والبرت بيشكر تاو على مساعدتهم في القضاء على الوحوش، وبيقول لها انا البرت الامير الثاني. فبتتصدم وبتقول لنفسها البرت ده شبه روبرت بس مش هو. وبعدها سيلفا وتاو بيتخانقوا على لويد للمره الثانيه، ولويد قاعد مع البرت بيتفرجوا عليهم. وفي اللحظه دي لويد بيحس بحاجه جايه، وبوم بيظهر ذئب عملاق جدا، وهو ده الوحش اللي كان البرت عاوز يقتله. والجنود بيهجموا على الوحش بس مش قادرين عليه. وفي اللحظه دي تاو بتصيبه بضربه قويه وبتجيبه الارض. وبعدها بيتحرك البرت وبيستخدم سيفه وبيخرج سحره، وبوم بيطلق سحر جبار جدا وبيفرتك الذئب في لمح البصر، وبيكون مصدوم من القوه المرعبه لسيفه بعد ما لويد طبق عليه الافتتان. وفي وسط ما كله فرحان بالانتصار، جريم بيقول للويد خد بالك انا افتكرت المكان اللي هناك ده كان في الماضي مكان مختوم فيه شيطان. اوبا. وفي اللحظه دي بيعاد احياء الذئب، بس المره دي شكله وقوته مختلفين تماما. لا وايه كمان، ده كل الوحوش اللي ماتت بتظهر من تاني، وكله مصدوم هو ايه اللي بيحصل. وفجاه حد بيتكلم وبيقول ايه يا شويه رعاع، مين اللي سمح لكم تاذوا اتباعي؟ ايوه هو ده الشيطان. وبيقول انا الشيطان بازوزو، اهجموا يا اتباعي. وبوم كل الحيوانات بتهجم على الجنود بقوه كبيره جدا. والصدمه الكبرى ان بعد ما بيصيبهم بيتعالجوا تلقائيا من تاني. وهنا لويد مستخبي، وجريم بيقول للويد بازوزو بيستخدم سحره في انه يتحكم في الوحوش والحيوانات ويخليهم تحت طاعته. والوحوش دلوقتي مفكرين ان بازوزو هو قائدهم، ومش بس كده بيمدهم كمان بقوته السحريه. وفي ظل المدعكه اللي بتحصل دي لويد بيطلب من جريم انه يعلمه تحويل السحر زي بازوزو، وبيتعلمها فعلا. يا ابن المجنونه يا لويد. وهنا الجنود وحتى البرت وتاو مش قادرين يصمدوا قدام الوحوش. وفي اللحظه دي سيلفا بتغضب وبيهجم الشيطان بجسم الذئب بقوه مرعبه جدا. بس في اللحظه دي بوم سيلفا بتطير له رجوله كلها. اوبا جبار سيلفا دي والله. والشيطان بيركز كل قوته عشان يعالج الذئب. وفجاه كل الحيوانات ما بتتحركش وتجدد جروحهم قل، وده بسبب ان بازوزو مركز على الذئب. والبرت بيقول لسيلفا سببي له اكبر ضرر ممكن. وبالفعل سيلفا بتفشخه حرفيا وبتاخد سيف من السيوف اللي فتنها لويد بسحره. وفي الوقت ده بازوزو بيتحرك بسرعه كبيره جدا حوالين سيلفا وبيهجم عليها وبيمسكها. معقوله خلاص سيلفا ماتت؟ لا يا صديقي، ده سيلفا بتدخل له جوه وبوم بتفلقه نصين حرفيا وبتنط عالي جدا. وبوم بتنزل فوق بهجوم جبار جدا بيفرتكه. وبتخرج بازوزو وبتجيبه الارض في لمح البصر، وكله مصدوم من قوتها الجباره وبتكون خلاص هتقضي عليه. بس في اللحظه دي بازوزو بيضحك وبينشر ضباب في كل مكان، وبوم كل اللي بيشم الضباب بيقع مرمي في الارض. حتى سيلفا قوتها بتضعف جدا وبوم بتقع في الارض، وبيكون اتكسر ختم بازوزو وبيخرج بشكله الحقيقي وبيتضايق جدا. وبوم بيصيب سيلفا بضربه قويه جدا وبيطيرها في البحر، وبتكون سيلفا خلاص مش قادره تتحرك وبيهجم عليها بسرعه كبيره جدا. بس بتيجي تاو وبتحميها وبتاخد الضربه مكانها، وسيلفا خلاص بيغمى عليها. وبتكون تاو هي الوحيده اللي قادره تصمد بسبب استخدامها الاسلوب الكي. وبوم بيظهر بازوزو وراها وبيقول لها انا لو منك اهرب بسرعه. فبتصيبه برجلها بس ولا بيأثر فيه، بيمسكها وبوم بيكسر ضلوعها بضربه واحده بس. وبتغضب تاو جدا وبتخرج كل قوتها وبتصيبه بضربه مرعبه جدا، بس قوتها بتخلص والوحوش بيمسكوها وبازوزو بيركز ضبابه عليها. وخلاص تاو مش قادره تصمد اكتر من كده. معقوله دي النهايه؟ تاو بتقول اخر كلمتها ايوه كنت عارفه انك موجود. فبازوزو بيقول لها انت عبيطه بتتكلمي عن مين؟ فبتقول له اللي هيفشخك دلوقتي. والوحش بيبلعها. وفي تلك اللحظه ها قد اتى اخيرا لويد. وبازوزو مصدوم ازاي ده بابا مش مؤثر فيك، وبيشوف جريم وبيقول له انت مش شيطان بتعمل ايه مع الطفل ده؟ فجريم بيقول له نصيحه مني اهرب بسرعه، انا نصحتك لمصلحتك. فبيغضب بازوزو بيقول لوحوشه اقتلوهم، والوحوش بتهجم عليه بسرعه كبيره جدا. بس على مين يا معلم؟ لويد بينشر سحره وبوم بيسيطر على كل الحيوانات وبياخد السيطره من بازوزو. وبازوزو مش مصدق ازاي عملت كده. ولويد بيخرج تاو من الوحش اللي بلعها وبيخلي الحيوانات تهجم على بازوزو، وفعلا بيعملوا كده. بس بازوزو بيتضايق جدا وبوم بيفشخهم في لمح البصر وبيخرج قوته السحريه وبيقول مهما عملت مش هتقدر تتصدى الشيطان ابدا. وفي اللحظه دي لويد بيقول لجريم صحيح ازاي ما ينفعش حد يقتل شيطان؟ فبيقول له هي مش معلومه مؤكده بس ما حدش قدر يعملها ابدا. اوبا ده لويد ناوي لبازوزو على نيه سودا. واخيرا بيخرج سحره ونزلت كالصاعقه على بازوزو. الولا مش مصدق، هنج من كتر الخوف والرعب اللي شايفه قدامه. وجريم بيقول
حاسس بالرعب اللي انت حاسه يا بازوزو. ونعرف ان لويد كان مخبي سحره، وده لان هالته لوحدها تقدر ترعب اي كائن على وجه الخليقه. وبازوزو بيقول مش معقوله، اكيد ده كابوس. وهكذا جن جنون لويد، وبيهجم على بازوزو بحواجز كتيره جدا. وبازوزو بيحاول يهرب، ولويد لسه بيسمي، بيخرج كم اكبر من قوته. وبازوزو بيهرب بسرعه مرعبه جدا، وبيقول دي مش معركه بالنسبه له، لا ده عاوز يحبسني عشان يخليني فار تجارب ليه. وفي اللحظه دي بيندمج لويد مع جريم، وبيطلق عدد مهول جدا من الحواجز، فوق الميه شغال وتحت الميه شغال، وبيعمل حواجز في كل حته. وبازوزو مش مستوعب، ده هو الشيطان مش انا. وبيكون خلاص هيهرب، بس يهرب من مين بس؟ بوم، لويد بيعمل حاجز ضخم جدا وبيحبسه جواه. اوبا، ده انت هيطلع عينك يا بازوزو، هتشوف ايام سواد والله. وبازوزو قاعد يفرك ويرغي جوه. وفي تلك اللحظات لويد بيطلق عدد مهول جدا من التعويذ السحريه في وقت واحد، وبوم بيهجم بعدد مرعب جدا من الضربات على بازوزو. حرفيا انها جنون العظمه يا جدعان، مفيش تفسير تاني للمدعكه اللي بتحصل دي. وهي 5 دقايق بس وبازوزو خلاص فارق الحياه. وجريم بيقول بالشفا يا بازوزو، نصحتك من الاول وانت ما سمعتش كلامي. وفي الوقت ده البرتو والجنود بيصحوا، ولويد بيروح لهم وكلهم طايرين من الفرحه على الاخر. ولويد بيقول لتاو ان ظهر من حبه المغامر روبرت اللي بتدور عليه، فبتجري زي الهبله تدور عليه. وبيمر الوقت وبيرجعوا المملكه، وبيروحوا للملك ابو لويد والبرت، وبيكرم البرت على الانتصار الساحق اللي عمله ده. فالبرت بيقول له احنا فزنا بس لان لويد معانا، وعشان كده بطلب منك يا ملك انك تحط لويد في المنافسه على العرش الملكي. وكله مصدوم، ازاي طفل صغير يترشح للخلافه؟ والملك بيقول لالبرت معنى كده ان هيبقى ليك منافس جديد يا البرت. فبيقول له عادي، ومش معنى اني بدعمه يعني هخليه يفوز عليا، لا. فبيقف الملك وبيقول للويد قول لي قرارك، هتنضم للمنافسه وتنافس على العرش بجانب اخواتك؟ وطبعا لويد بيصدمهم كلهم وبيرفض انه ينافس على العرش الملكي، وده لانه مش فارق معاه اي حاجه من دي، كل اللي عاوزه هو القوه السحريه وبس، مهووس بالسحر على الاخر. وبيمر الوقت وبنعرف انه لويد خد معاه كلب من الحيوانات اللي كانوا موجودين ورباه في القصر. وبتيجي سيلفا وبتقول له لويد سميته ايه بقى؟ فبيقول لها شيرو. وبيسالها وبيقول لها انا عاوز اعلمه حاجات كتير بس ما تعرفيش ازاي اتواصل معاه. فبتقول له ان ده من اختصاص مروض الحيوانات، ماليش في الكلام ده. وهنا البرتو والملك واقفين وبيتفرجوا على لويد، والبرت بيقول للملك لويد موهبه وعبقري جدا. فبيقول له متشوق جدا اشوف مستقبله. وبعدها لويد بيحاول يعلم الكلب حركات بس اخره يتعلم حركات بسيطه. وبيقول لويد مش عارف اعلمه ازاي يعمل حركات صعبه. فسيلفا بتقول له الوحيد اللي هيكون عارف الكلام ده هو خبير حيوانات ووحوش. وبتقول له انا عارفه حد يقدر يعلمك. وبيروحوا لحديقتها، وتكون دي اخت لويد الاميره السادسه اليزي، واكبر من لويد ب3 سنين. ولويد بيقول لجريم زي ما انت شايف كده بتحب الحيوانات جدا. وفي الوقت ده بتيجي اليزي وبترحب بلويد، ولويد بيقول لها استدعي حد من وحوشك كده. فبتقول له استدعيته اصلا. وفجاه بيظهر وراهم في غمضه عين وبتقول لهم ده ليرو. ولويد مصدوم، انا ما قدرتش احس بيه ابدا، بس الصدمه الاكبر انها ازاي استدعيته من غير ما تقول اي كلمه. لا وايه كمان، دي خليته ياخد طوق سيلفا ومحدش خد باله. فلويد بيفكر وبيقول لنفسه يعني خليته يعمل كل ده من غير اي كلمه، وكانها اصدرت اوامر معقده بمجرد التفكير بس. وبيتحمس وبيقول عاوز اعرف ازاي عملت كده. وبيقول لها اليزي علميني عملت كده ازاي. فبتقول له مع انها مش سهله بس هقول لك، المفتاح الرئيسي للتحكم بالحيوانات والوحوش هو الحب. ايه؟ وبتقول له زي كده بالظبط. وفجاه كل الحيوانات بيحوطوها، ولويد مصدوم ازاي بتعمل كده. وخادمه بتقول ما تحاولش يا امير لويد، السيده اليزي اعجوبه محدش يقدر يعمل زيها. وفي تلك اللحظه ادرك لويد حاجه، واخيرا بيعرف ازاي عملت كده. وبيقول انا كنت بلقي الاوامر على شيرو الكلب بتاعي، بس هي ما بتعملش كده، كل اللي بتعمله هي انها بتشارك رغباتها معاهم. واول ما بدات تعمل كده انطلقت قوه سحريه من راسها مباشره ناحيه الحيوانات، وهي قادره انها تعمل كده من غير وعي، وده لانها بتحب الحيوانات. وبيحاول لويد يعمل كده وبوم بينجح فعلا انه يعمل كده، وبيتحكم في كلبه. وكله اتصدم، مش معقوله ده قدر يعمل كده فعلا. وبعدها بيخلص لويد وبيمشي هو وسيلفا. وفي الوقت ده بيجي البرت وبيقول له لويد عاوز اتكلم معاك في موضوع مهم يا لويد. وبيوريه شخص وبيكون ده اخوك كبير الامير الرابع ديان. وبيروحوا مع بعض المكان صناعه السيوف. وديان بيقول للويد سمعت انك قدرت تفتن سيف البرت
فبيقول له ايوه عملت كده. فديان بيقول له وانا مش مصدق ده، فوريني حالا عملت كده ازاي. وبنعرف ان ديان حداد، عشان كده هو مهتم بسحر الافتتان. ولويد بيبدأ فعلا، وديان بيقول لنفسه الافتتان مهارة متقدمة جدا، وكمان بيقول انه قدر يستخدم الافتتان على سيف اسطوري زي سيف البرت. مستحيل، ده حتى اقوى السحرة متخصصين في سحر الافتتان ما قدروش يعملوا كده. ولسه ما كملش كلامه لويد بيخلص، وكانت الصدمة. الولد مصدوم ومش مصدق ازاي طفل عنده 10 سنين قدر يعمل كده، وبيشتهله وبيقول بمساعدتك يا لويد هقدر احقق حلمي السيف الاعظم. وبيكون ده حلمه انه يصنع اعظم سيف في العالم، وبمهارتي في الحدادة وعبقريتك في الافتتان هنقدر نعمل كده. واحد اهدافه برضو انه يصنع سيوف قادرة انها تخرج السحر، وده هيكون فايدة كبيرة جدا للناس اللي سحرهم ضعيف. والفكرة بتعجب لويد جدا، واول سيف عاوزين يعملوه هو سيف قادر انه يطلق سحر النار. فلويد بيقول له يبقى هدمك تعويذة كرة النار بيه. فبيقول له مستحيل، تعويذة كبيرة زي دي تقدر تعملها. فبيقول له مالكش دعوة انا هقدر. وبيعمل الافتتان فعلا، ولسه هيحطه على الحديد بوم بيتكسر. ولويد بيحاول مرات كتير، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل. وبيفكر لويد وبيقول مع اني حاولت بكل الطرق فازاي كلها فشلت. وفي اللحظة دي جريم بيشوف حاجة وبيروح يقول لويد عليها، وبيقول له جوهر المانا اللي احنا بنستخدمه مغشوش. اوبا، هي دي الثغرة اللي سببت فشل كل محاولات لويد. وبيكون لازم يروح يكتشف ديماس عشان يقتل وحوش وياخد جوهر سحر من هناك. وفي الوقت ده سيلفا بتقول له ايوه هنروح انا وانت يا لويد. وبعدها بيروحوا لنقابة المغامرين، وبيروحوا يسجلوا هناك عشان يبقوا مغامرين ويقدروا يروحوا في مهام لاكتشاف الديماس. وواحدة بتقول له لويد لازم تحط ايدك على البلورة دي عشان تقيس مدى قوتك وتحدد رتبتك. وبيقول لويد لنفسه انا لو لمستها دلوقتي هتتدمر وكله هيكتشف قوتي. وبيركز لويد جدا وبيقلل سحره باكبر قدر ممكن، ومع ذلك بتكون قوته من الرتبة ايه، ودي اقوى رتبة. وبيقول لنفسه مع اني قللت قوتي لحد 1%. اوبا، مع كل اللي بيعمله ده وبقى من اقوى رتبة. وفي الوقت ده بيكون في مجموعة مغامرين بيقولوا اكيد البلورة خرفت، مستحيل طفل زي ده يكون من رتبة ايه، وبيتريقوا عليه. فالبنت بتقول لا انا متأكدة الطفل ده اسطورة بمعنى الكلمة، حتى انه تخطى المقاتلة الاسطورية الفضية. فبيقولوا مستحيل، ده كلام فارغ. وبتكون المقاتلة دي هي اقوى مغامرة مرت على كل العصور بعد لويد طبعا. وواحد بيروح لسيلفا وبيقول لها ايه رأيك تسيبك من الطفل ده وتيجي معانا احنا. ولسه ما كملش كلامه بتطير له شنبه في لمح البصر. والبنت بتقول يا حظك الاسود، اخترت البنت الغلط. سيلفا دي تكون الاسطورة الفضية بحد ذاتها. اوبا، صدمة بكل المقاييس، والعيال بيترعبوا حرفيا. وفي الوقت ده بتيجي تاو، وهنا لويد بيختار مهمة وبيقول لسيلفا ما كنتش اعرف انك كنتي مغامرة اسطورية كده. فبتقول له ده من زمان قبل ما انت تتولد. وبتقول له بس مع ذلك كان في مجموعة مختالين ما قدرتش عليهم، وبتكون متعلق صورهم اعلى قائمة المطلوبين حول العالم واسمهم نقابة المختالين. وبعدها بيروح لويد مع تاو وسيلفا وبيكتشفوا ديماس وبيخلصوا وبيمر الوقت. ومن الناحية التانية البرت بيروح لديان وبيقول له ايه الاخبار. فديان بيقول له المفروض ان لويد هيرجع كمان كام يوم وهيجيب معاه المكونات اللي محتاجينها. فالبرت بيقول له يعني مش هتلحقوا. فديان بيتصدم وبيقول له مش معقولة هتشتعل الحرب. فالبرت بيقول ما قداميش خيار تاني، وبتكون مملكتهم هتحارب مع مملكة تانية. وديان بيقول له بس حتى استنى لما نخلص السيوف وهتدي لجيشنا قوة مهولة جدا. فالبرت بيقول له للأسف مش هنلحق نعمل كده، بس ما تقلقش هنقدر نتصرف. ولكن في تلك اللحظة بيجي لويد وسيلفا ومعاهم صندوق الكنز اللي هيعملوا منه جوهر السحر، وبيبدأوا فبيعملوا أول سلاح. وأخيرا بينجح لويد إنه يخلص أول افتتان وبيخلصوا أول سيف وبيروحوا يجربوه. وهنا كانت المفاجأة الكبرى، قوته مهولة جدا بدرجة مرعبة. ولويد بيقول لنفسه باين كده إني أفورت شوية، إيه كمية الجمدان والعظمة دي يا جدع. وبعدها بيجي الليل، وهنا لويد بيكون قاعد في أوضته. وفي تلك اللحظة بيحس لويد بحاجة غريبة في حديقة القصر، وبيقول مش قادر أعرف إيه ده. وبيكون في شخص فعلا تحت. وفي اللحظة دي بوم بيظهر لويد وراه بسرعة مرعبة جدا، وبتكون هتهرب بس بتخبط في حاجز عمله لويد. ولويد بيقول بتعمل إيه هنا؟ بس في اللحظة
اللحظة دي البنت بتظهر نفسها وبتظهر سحر قوي جدا وبتكون ريحة حلوة لأبعد درجة. فلويد بيفعل سحر التطهير وبيقول ايوه ده سم. فالبنت بتقول له مش هينفع سحرك ده، مفيش حاجة تقدر تعملها. وفي اللحظة دي بوم، لويد بيقع على الارض وبيكون مش قادر يقاوم سمها. وهنا نعرف ان في اشخاص معينين اتولدوا بنوع خاص من السحر، وهم بس اللي في العالم كله عندهم الانواع النادرة دي، واسمهم المعيوهين. فبتقول له كلامك صح، انا معيوهة السم، ودول يعتبروا كوارث بشرية. والبنت بتقرب للحاجز وبوم بتكسره بضربة واحدة. مش معقولة يا جدعان، البنت قوية جدا. وبتقول له ما تقلقش، انت تلقيت شوية صغيرين من السم، مش هتموت بس هتعاني شوية. وبتمشي وبعدها بيقوم لويد وبيكون كان بيمثل انه مش قادر يقاتلها عشان يقدر يعرف مكان مخبأهم. اوبا يا ابن اللعيبة يا لويد. بس جرين بيقول له بس قصدك على مين؟ فبيقول له قصدي على نقابة المختالين، الجماعة اللي ما قدرتش سيلفا عليهم. دي هتولع يا جدعان. ولويد بيتحمس جدا انه يعرف سحر كل واحد منهم، وبيروح لويد وراها. ومن الناحية التانية البنت بترجع لمخبأ نقابتها، وبنعرف ان اسمها رين، وبتقول لواحد على كل اللي حصل. فبيقول لها وما قتلتيش الولد اللي انت قابلتيه ده ليه؟ فبتقول له ده طفل مش مستاهله يعني. وفي اللحظة دي واحدة منهم بتقول طب خدوا بالكم بقى عشان احنا متراقبين. وبيكون لويد كان بيراقبهم وبيظهر نفسه، وواحد بيتصدم وبيقول مش معقولة ده الامير السابع. ولويد بيروح لهم وبيشيل الحاجز من عليه وبيقول يلا وروني قوتكم يا ابن المجنونة، ده عاوز يختبر القوة اللي محدش في العالم كله قدر عليها. واول واحد بيهجم عليه من ظهره بسرعة وفجأة بيختفي وبيهجم عليه بضربات كتير جدا، بس لويد بيتصدى ليه بسرعة. وبيكون الشخص اللي بيواجهه عنده مرونة مش طبيعية، وكأن جسمه عبارة عن مطاط، وبيهجم على لويد بسرعة وبيلف حوالين ايده، بس لويد بيفلت منه في اللحظة الأخيرة. والولد بيعرف عن نفسه انا معيوه الالتواء بابلون. فلويد بيتصدم من كمية مرونته المرعبة وبيقول مستحيل حد طبيعي يقدر يعمل كده بالسحر. وفي اللحظة دي بوم بيظهر واحد وراه وبيقول كلمة وبوم لويد بيترزع في الأرض، وكأن الأرض بتشده بكل قوة. وبيكون ده معيوه الكلمات كرو. وفي الوقت ده واحد بيهجم بقوة على لويد بس بيتفاداه في اللحظة الأخيرة، وأول ما بيلمسه بيتحول بعنكبوت قوي جدا، وبيكون ده معيوه الشبكة جاليليا. بس مع ذلك لويد بيفلت منه بصعوبة جدا. بس في اللحظة دي واحدة بتهجم عليه بسرعة كبيرة وبوم بتصيب نفسها بقوة كبيرة، وكانت الصدمة الكبرى. لويد بيتصاب هو كمان بنفس الجرح وفي نفس المكان، وبتقول له أنا معيوهة الألم تاليا، وقوتها الأكثر رعبا وهي إنها بتقدر تشارك الألم مع اي شخص. ولويد مش قادر يعمل حاجة قدامهم، وتاليا بتقول ايه رأيك سببنا لك رعب مش كده؟ بس في اللحظة دي لويد بيعالج نفسه وكله بيتصدم وبيقول دلوقتي هيبدأ العرض الحقيقي. وبيظهر سحره وبيقول يا ترى هيحصل ايه لو سبتك؟ هل الضرر هينعكس عليا؟ يلا نشوف كل ده. وبيهجم عليهم بسرعة مهولة جدا وكلهم بيخافوا ايه الهالة المرعبة دي. وبابلون بيقول انا كنت اسمع على طول ان الامير ده نابغة وعبقري في السحر، بس ما تخيلتش انه بالرعب ده. وفي اللحظة دي لويد بيصيبه بضربة بيلزقه في الأرض، واتنين بيحاوطوا لويد وبيهجموا عليه بقوة. بس على مين يا معلم؟ لويد في لمح البصر بيفشخ الأول وبيظهر ورا التاني وبيقول له وريني بقى هتعمل ايه دلوقتي. وبيهجم عليه بضربة قوية جدا وبيصيبه، بس لسه هيقول لعنة تانية بوم لويد بيفرتكه حرفيا. ولويد بيقول اللي بعده يا هنا يا سعده، وبيروح للبنت وبوم بيسيبها بضربة مرعبة جدا. بس في اللحظة دي العملاق بتاع الشبكة بيمسكه بس بيفلت منه وبيظهر تقنية الكي وبوم بيجيبوا الارض في غمضة عين. وبيروح للاخيرة وهي رين معيوهة السم، وبتترعب جدا وبتقع على الارض وبتكون خايفة من الرعب اللي رايح ناحيتها ده. والبنت خلاص فقدت الامل وبتقول الولد ده مجنون حرفيا. ولويد بيقول لها يلا وريني سمك تاني. بس في اللحظة دي بيظهر جاليليا وبيقول له لا رين ما بتقدرش تتحكم في سحرها، يعني لو اطلقت سمها دلوقتي هنتفور كلنا. فلويد بيقول له صحيح انتوا ليه كلكم حسيتكم مش قادرين تسيطروا على قوتكم؟ فبيقول له ده امر طبيعي، لو كنا بنقدر نسيطر على قوتنا ما كانش هيبقى ده حلنا ولا هنكون هربانين من الحكومات العالم. وبيهجم بسرعه على لويد بس بيختفي في لمح البصر وبيظهر وراه وبوم بيصيبه بسحر قوي جدا على ظهره. فبتغضب رين جدا وبتهجم بكل قوتها على لويد، بس على مين يا معلم؟ بيتصدى ليها بالحاجز وبتنشر سمها. وفي اللحظه دي جاليليا بيقول لا يا رين سحري تحت السيطره. اوبا وكله مصدوم ازاي ده حصل. وبيكون لويد صابه بتعويذه
تعويذه ختمت قوته السحريه وخلاه يقدر يتحكم فيها، ولويد بيختم لهم سحرهم واحد واحد، وكل واحد مش مصدق نفسه. اخيرا تخلصنا من الهم ده، وكلهم بيفرحوا جدا، ولويد بيلبس هدوم جديده بدل اللي باظت. وفي الوقت ده جاليليا بيقول للويد لازم الاول تعرف حكايتنا ايه، وبيحكي له عن قصتهم وعن قائدهم مع يوه الشبح جيد، ونعرف ان سحره هو الاكثر رعبا فيهم كلهم، او خلينا نقول الاكثر رعبا في العالم باكمله، وده لانه بيقدر يتنقل او ينقل اي حاجه لحظيا لاي مكان. اوبا، ده رعب بالمعنى الحرفي يا جدعان. وبيكون قائدهم هو اللي خطط انهم يعملوا النقابه دي، وفكرتها انهم هيقبلوا باي مهام خطيره ما بتقبلهاش نقابه المغامرين، وينفذوها ويسيبوا علامه على انهم هم اللي خلصوا المهمه دي. فمع مرور الوقت تنتشر الاخبار عنهم وما يبقوش مطلوبين من العالم كله، ويقدروا يعيشوا حياتهم الطبيعيه. ونعرف ان قوه قائدهم جيد زي ما هي الاقوى والاكثر رعبا، فهي كانت الاسوأ من ناحيه عدم السيطره عليها، لانه ممكن يتنقل في اي وقت لاي مكان، وده خارج عن ارادته، حرفيا عذاب يا جدعان. وجاليليا بيقول للويد وكنا ماشيين كويس لحد ما عرفنا ان حاكم مملكه لوردوست بيستعد لشن الحرب، والمملكه دي هي مملكه قائدهم جيد اللي هو يبقى الامير بتاعها. فقرر انه يرجع لمملكته عشان يهدي الحرب ويمنعها، ولحد دلوقتي ما قدرش يرجع. وفي تلك اللحظه لويد بيشوف حاجه، وبيكون ده سحر الانتقال الاني، وبتظهر رساله وعليها شعار نقابه المغتالين. كله بيتصدم ايه ده، وبيمر الوقت، وفي اللحظه دي بوم سيلفا بتخترق مخبأ نقابه المغتالين وما بتلاقيش حد. صدمة بكل المقاييس، وبتلاقي رساله من لويد وبتوديها لألبرت، وبيكون مكتوب فيها انا رايح مع نقابه المغتالين لقصر حاكم لوردوست. اوبا، ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ وألبرت بيقول مستحيل، معقوله يكون نقابه المغتالين متعاونين مع مملكه لوردوست وخطفوا لويد عشان يجبرونا على الانسحاب؟ فديان بيهدئ ألبرت وبيقول له لا اهدى كده، دي حرب ولازم تركز، وكمان اشك ان في حد يقدر يخطف لويد. بس في الوقت ده سيلفا بتوري لألبرت هدوم لويد المتقطعه، وبيثور غضبا وبيقول لازم نحارب. اوبا، دي الدنيا ولعت على الاخر يا جدعان. ومن الناحيه التانيه بيكون لويد واخد نقابه المغتالين بسرعه كبيره جدا ورايح لمكان مملكه لوردوست. هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا جدعان؟ وهنا بنعرف ان الرساله كانت مبعوثه من قائدهم جيد، وبيقول لهم فيها انه اسقط حكم لوردوست ومنعهم انهم يشنوا الحرب، ودلوقتي هو حاكمها، وبيدعوهم للقصر بتاعه. وكلهم بيفرحوا جدا بالرساله دي، ورين بتطلب من لويد انه يجي معاهم عشان يختم سحر جيد. فلويد بيضحك وبيقول لها الرساله دي انتقلت آنيا وبدقه شديده لهنا، وانتوا قلتوا ان جيد ما بيقدرش يتحكم في قوته. اوبا، ده يقصد ان جيد قادر يتحكم في سحره وكان بيخدعهم طول الفتره دي. بس رين بتقول لهم لا، اكيد جيد تعلم ازاي يتحكم في قوته. فلويد بيقول لها في الحاله دي مش هيكون في لازمه اني اجي معاكم، بس انا هاجي عشان مهتم بسحر الانتقال الآني. فرين بتقول له بس احتمال يكون فخ. فبيقول لها في ايه، مش كنت واثقه فيه حالا؟ فبتقول له انا واثقه فيه بس برضه، ولسه ما كملتش كلامها لويد بيقول ما تقلقيش، ايا كان اللي هيحصل انا هتصرف. وبكده راح لويد معاهم، وبيقفوا في مكان قريب من المملكة عشان يستريحوا. وفي الوقت ده بابلون بيقول للويد ان رين وهي صغيرة سمها انتشر وقتلت امها وابوها، وده سبب لها اكتئاب حاد جدا لحد دلوقتي مأثر عليها. وبنعرف ان قائدهم جيد هو اللي جمعهم مع بعض وساعدهم كلهم على انهم يعيشوا بعيد عن المجتمع اللي بيستحقرهم. ونعرف كمان ان جيد قال لهم انه رايح يمنع عيلته من شن الحرب، ودلوقتي المفروض عمل كده. وبيمر الوقت ولويد بينام، فرين بتقول لهم لازم نسيب لويد يستريح على ما نروح ونشوف القصر احنا الاول. وبتقول انا مش عاوزه اشكك في جيد، بس احتمال يكونوا اجبروه على ده. فجاليليا بيقول لها عندك حق، لازم نروح ونتحقق بنفسنا الاول. وبيسيبوا لويد وجرين بيروح معاهم وبيروحوا القصر، وده كان اسوأ قرار خدوه في حياتهم. وبيوصلوا وبيشوفوا ان في حفل كبير جوه، وكمان مفيش حراس في المكان، وبيكونوا اطمنوا للمكان. فرين بتقول تعالوا نرجع ونجيب لويد معانا عشان اعرفه على جيد. بس في اللحظه دي بيشوفهم واحد وبيقول لهم انتوا نقابه المغتالين؟ فبيقولوا له ايوه. فبياخدهم معاه وبيرحبوا بيهم. وجاليليا بيسال عن جيد فبيقول له انه هيجي دلوقتي. وفي الوقت ده بيجي جيد فعلا، وكلهم مصدومين من الفرحه. وجيد بيستخدم سحره وبيغير هدومه في لمح البصر. فجاليليا بيقول له مش معقوله انت قدرت تتحكم في قوتك؟ فبيقول له ايوه بس محتاج شويه تدريب مش اكتر. ورين بتقرب لجيد وبتكون هتعترف له بحبها، بس في اللحظه دي بيقول مش مهتم لكل ده. وفجاه كل الناس بتتحول لشياطين، وكمان جيد هيئته بتتغير وبيقول انحنوا، وبوم بتنطلق قوه جباره جدا وبيركعوا على الارض. مستحيل
مستحيل، ده سحر كرو، لا ده اقوى بكتير، هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا جدعان؟ وجيد بيقول انتوا اغبياء جدا، كان هدفي ان اجمعكم هنا. فرين بتقول له ليه بتعمل كده يا جيد؟ فبيقول لها عشان تكونوا هياكل كويسة للشياطين دي. صدمة بكل المقاييس. وفي اللحظة دي بوم، جريم بيطلق سحر بقوة جبارة جدا على جيد وبيزعق وبيقول اهربوا كلكم. جيد ده يكون ولسه ما كملش كلامه، بوم جيد بيظهر وراه وبيصيبه بضربة قوية وبيطيره بعيد جدا وبيقول مجرد شيطان ضعيف يتجرأ ويهجم عليا. وفي الوقت ده جريم بيروح للويد ولويد بيصحى وجريم بيعيط وبيقول نقابة المختالين وقعوا في ايده، مستحيل يقدروا ينفذوا منه. هو في ايه يا جدعان بالظبط؟ ولويد مش فاهم حاجة، بس فهم حاجة واحدة بس، وهي انهم في موقف صعب جدا. وهنا رين والباقي مش فاهمين ايه اللي بيحصل. فواحد بيقول لهم انتوا اغبياء جدا يا بشر انتوا، وبيكون كل دول شياطين. وجيد بيقول دول شياطين حررتهم من العالم السفلي، وانا كان هدفي من البداية اسيطر على الجسم ده وقدرته على الانتقال الاني، وانا دلوقتي هسيطر على جسمكم زيه بالظبط، وانا اسمي جيسارمي كارثة العالم السفلي. وجيد خلاص مات واستوليت على جسمه. اوبا، صدمة بكل معنى الكلمة، يعجز اللسان عن وصف حالة الرعب والصدمة اللي عندهم دلوقتي. سحر بالرعب ده مع كارثة الشياطين جيسارمي، ده الكائن الاكثر رعبا في العالم. وجيسارمي بيقول لهم جيد كان بيحبكم جدا، وكل اللي كان بيقوله ما تأذيش صحابي، ما تأذيهمش، بس انا هعمل عكس كده. وبيظهر فجأة جنب رين وبوم بيسيبها بضربة قوية في وشها وبيقول لها اجسامكم دي هي احسن وعاء لينا كشياطين، وزي ما عملت في جيد هعمل فيكم دلوقتي. وخلاص كلهم فقدوا الامل في الحياة. يا جدعان، معقولة خلاص دي النهاية؟ بس لا يا صديقي، مش عاوزك تستعجل كده. في اللحظة دي بيظهر سحر لويد وبيحوط القصر بالكامل، وبوم بيطلق قوة مرعبة جدا، قوة بتدمر اي حاجة تقابلها، قوة جبارة بمعنى الكلمة، والشياطين كلهم بيختفوا في لمح البصر. وهكذا وصل اخيرا بطلنا المرعب لويد. ولويد بيعالج نقابة المختالين وبيقول لهم اهربوا عشان هو بيستهدفكم ويسيبوا الباقي عليا. وبيجروا فعلا. وجاليليا بيقول جيسارمي ده وحش مستحيل نقدر عليه، لازم نسيب الامير لويد يتعامل معاه بنفسه. وفي اللحظه دي بيظهر جيسارمي وبيقول للشياطين الباقيين روحوا بسرعه امسكوا نقابه المختالين، وبيروحوا بسرعه وراهم، ولكن مش بالسهوله دي. لويد بيقول انتوا فاكرينها سايبه ولا ايه؟ وبوم بيهجم عليهم بضربات مرعبه جدا من كل اتجاه. وفي اللحظه دي جيسارمي بيهجم على لويد بسحر الكلام وبيقول الموت، ولويد بيفعل الحاجز. وكانت الصدمه الكبرى، الهجوم بيخترق الحاجز، بس في اللحظه الاخيره لويد بيتفادى الهجوم وبيجي في واحد من الشياطين وبيموت. اوبا، لو كان الهجوم ده ساب لويد كان زمانه عند اللي خلقه دلوقتي. وجريم بيقول لويد على ما اظن انت خدت بالك الشيطان ده مش زي اي واحد قتلته قبل كده. وبيقول له الشياطين مترتبين حسب قوتهم، وبازوزو كان من الرتبة الثامنة وانا من الرتبة الثالثة. فلويد بيقول له يعني جيسارمي ده من الرتبة الاولى مش كده؟ فبيقول له لا، اقوى من كده بكتير، ده في رتبة ملك الشياطين، حتى 100 شيطان من الرتبة الأولى قدامه ولا حاجة. صدمة بكل المقاييس. فلويد بيقول له هنشوف كل ده دلوقتي. فجريم بيقول له لا، مستحيل تقدر تهزمه، ده قوته في مستوى كارثي بالمعنى الحرفي. بس كل ده ولا يفرق مع لويد، وشكلنا كده هنشوف عركة آخر عظمة وجمدان. وجريم خايف جدا وقلقان من اللي هيحصل. وفي الوقت ده جيسارمي بيهجم بقوة على حاجز لويد وبوم بيخترقه، وبيضطر لويد انه يعمل طبقتين تاني عشان يتصدى لهجومه. وبيقول له ايه انت خفت؟ ده انا بسمي. وبيظهر رماح كتير جدا وبيهجم على لويد، ولويد بيتفادى ضرباته بسرعه كبيره، بس لسه بيهجم بقوه اكبر، ولويد بيهرب منهم. بس في اللحظه دي بيظهر فوق لويد في لمح البصر وبوم بيسيبه بضربه قويه جدا، وبيوجه رماحه من الناحيه الثانيه. اوبا، ده لويد اتزنق في النص، بس في اللحظه الاخيره بيخرج سحره وبيتصدى للرماح بصعوبه. وفي اللحظه دي جيسارمي بيظهر رماح عملاقه وكتير جدا، وبيقول له وريني بقى هتعمل ايه يا امير لويد. وفي تلك اللحظه بوم بينقل الرمح لحظيا وبيخترق جسم لويد وبيكمل عليه وبيصيبه بضربات كتير جدا. مش معقول يا جدعان، لويد خلاص كده مات؟ لا والله، ده بيكون نسخه من لويد. وفجاه بيظهر لويد قدامه ومعاه سيف وبيهجم عليه، بس جيسارمي بيتفاداه في اللحظه الاخيره. ولويد بيقول له من دلوقتي هتبدا العركه الحقيقيه. ومن الناحيه الثانيه الشياطين بتقاتل نقابه المختالين، وجاليليا بيحاول يمنعهم، بس قوتهم بتزيد وبيكونوا هيهربوا.
يضربه، بس في اللحظه دي تاريا بتستخدم سحرها وبتصيب نفسها وبتعكس الالم على الشياطين كلهم، وبتكون هتضحي بنفسها عشان تنقذهم. بس جاليليا بيفضل معاها وبيقول لها انا هقاتل معاكي، وتاريا بتقول خلاص دي النهايه، وبتكون هتقتل نفسها وتموت الشياطين معاها. وكمان جاليليا هيتصاب بنفس الضرر ويموت لانه في مرمى نظر عينها وبيثبت الشياطين، وخلاص تاريا هتطير رقبتها. بس في اللحظه دي بيجي جيش البرت وبيهجموا بضربات كتيره على الشياطين، ورين والباقي بيقولوا مين دول، وبوم سيلفا بتدمر البوابه وبيكون معاها البرت واخوات لويد، وبيكون البرت شن الحرب عشان ينقذ اخوه لويد. وهكذا دقت ساعه الصفر، ومن هنا ستبدا الملحمه. وفي الوقت ده البرت وسيلفا بيثبتوا نقابه المغتالين وبيقول لهم فين لويد. فرين بتعيط وبتقول لهم عارفه ان انتوا مش هتصدقوني بس دي الحقيقه، الشياطين دول قتلوا واحد مننا وعشان كده لويد بيقاتل زعيمهم. فإليزي بتتكلم وبتقول مصدقينك، وبتكون إليزي بتقدر تحس بنوايا الناس. والبرت بيقول لسيلفا دوري على لويد واحنا هنقاتل هنا. وفي اللحظه دي بتظهر رماح جيسارمي وبوم بتدمر الجسر، وبيكون لويد خلى جيسارمي يعمل كده عشان يمنع سيلفا انها تجيله، وبكده يقدر يقاتل براحته. وجيسارمي بيهجم على لويد بضربات كتيره ولويد بيهرب منها. وهنا البرت بيقاتل الشياطين، وهنا لويد بيقول دلوقتي هقدر اركز في القتال. ومن الناحيه التانيه سيلفا بتكون واقفه وبوم قائد الشياطين بيهجم عليها بس بتتصدى بسرعه. وهنا الجنود مش قادرين يقتلوا الشياطين، فالبرت بيخرج كل قوته وبيظهر سحر مهول جدا، وفجاه بينزل وابل من كرات النار وبوم بيفشخهم حرفيا. وهنا كمان سيلفا بتتبادل ضربات قويه وسريعه جدا مع قائدهم وبيهجم عليها بهجمات قويه جدا، بس بتتصدى ليه بكل سهوله وبيهجموا على بعض بكل قوتهم، وبتكون قوه جباره جدا. ونقابه المغتالين مش مصدقين ايه كم القوه المرعبه دي. والشيطان بيعالج نفسه، وبنعرف ان مفيش طريقه ان انسان يقتل شيطان الا انه يقضي عليه بضربه واحده بس. والشيطان بيهجم عليها بقوه جباره، بس في اللحظه الاخيره بتتفاداه، تستخدم نفس مهارته وبوم بتهجم عليه وبيتصدم وبيتصدى ليها بصعوبه جدا. وفي اللحظه دي سيلفا بتقول للشيطان دلوقتي هوريك القوه الحقيقيه، وبتخرج سيف جبار جدا وبتقول امير لويد اخيرا جه الوقت اللي هستخدم فيه السيف ده. والشيطان بيخاف جدا من الهاله المرعبه اللي طالعه منها ومن السيف. وبنعرف ان سيلفا ما كانتش قادره تخرج كل قوتها لان لما بتعمل كده السيف بيتكسر، وعشان كده لويد لما خد باله عمل لها سيف مخصوص عنده القدره انه يتحمل قوتها، لا وكمان هيزودها بشكل كبير جدا. وبيكون هو السيف ده ومعمول خصيصا لقتل الشياطين واسمه هلاك الشيطان. وفي اللحظه دي سيلفا بتاخد وضعيه الهجوم وبتقول وداعا، ولسه الشيطان بيضحك وبيهجم عليها بوم بتظهر جنبه في لمح البصر وبتفرتكه في خمضه عين. يا فخامتك وحلاوتك يا سيلفا. وهنا نعرف ان قبل ما جيد يموت بيقول لجيسارمي هتموت، وبعدها بيخرج اخر انفاسه وجيسارمي بيستولي على جسده وبيقول يا ترى جيد كان قصده على مين اللي هيقدر يواجهني. نرجع تاني لمعركتنا ولويد بيفكر ازاي يتصدى لجيسارمي وبيقول عندي 3 مشاكل. الاولى وهي رماحه دي اللي قوتها كبيره جدا وكمان سريعه بشكل مرعب، وكمان كلامه الملعون بيقدر يخترق كل حواجزي واي اصابه منه تعني الموت. واخيرا المشكله الاخطر وهي سحر الانتقال الاني. وفي تلك اللحظه بيخرج لويد سحره وبيطلق قوه كبيره جدا وكره عملاقه من النار وبيهجم على جيسارمي وبوم بتبخر ميه النهر بالكامل والبخار بيملي المكان كله ومحدش شايف حاجه. فلويد بيفعل تقنيه الكي وبيكشف مكان جيسارمي وبيقول بس هو بيعمل ايه هناك. فجرين بيقول له لويد اتحرك بسرعه والا هيصيبك. فلويد بيقول صحيح وبيتحرك بسرعه، بس بعدها بيقول ايه ليه هو ما هجمش عليا وانا كنت واقف؟ معقوله ما قدرش يعرف مكاني؟ وليه لما نقابه المغتالين هربوا ما قدرش يمنعهم بتقنيته؟ ايوه يبقى ما بيقدرش يستخدم تقنيته الا لما يكون شايف الشخص بعينه، وبيكون فعلا جيسارمي مش عارف مكانه. ولويد بيقول اذا لازم اقرب منه عشان اقدر اصيبه. وفجاه بيظهر وراه وبيهجم عليه بسرعه، بس لا ده مش لوحده، عامل مئات النسخ منه وبيحاوط جيسارمي، وجيسارمي بيهجم عليهم بكل قوته بس بيصيبوه. وبيقول اذا انت النسخه الحقيقيه لان معاك السيف الحقيقي. وبوم بيصيب ضربات كتير جدا. اوبا معقوله خلاص خطه لويد فشلت. وجيسارمي بيقعد يضحك وبيقول انت غبي قوي يا لويد، بس بيقول امتى هتختفي النسخ الغبيه دي؟ وكانت الصدمه الكبرى دي ما كانتش النسخه الحقيقيه. وجيسارمي بيفكر وبيقول اكيد هو موجود في المكان الاكثر امانا فوق. وبوم لويد بيصيبه بقوه جباره جدا من وراه. لويد يختلف عن الاخرون يا جيسارمي، وجيسارمي بيعالج جروحه وبيستهلك سحر كتير جدا. وهنا لويد بيكون بيجهز لحاجه، وفي اللحظه دي جيسارمي بيغضب وبيظهر رماح كتير جدا وبيهجم على كل النسخ.
النسخ، بس في نسخه بيتفعل حاجز حواليها، وبوم جيسيرمي بيروح له وبيمسكه وبيقول اذا انت الحقيقي. بس لا يا معلم، دي مجرد نسخه، والواد عمل الحاجز عشان يتوهه مش اكتر يا ابن اللعيبه يا لويد. وبيغضب جيسيرمي اكتر وبيستمر بالهجوم بوابل مرعب جدا من الرماح، ومع ذلك مش قادر يلاقي لويد الحقيقي، وبيكون لويد متخفي وبيتفادى اي رمح يتوجه عنده، وبيقرب من جيسيرمي اكتر. وبنعرف ان سيف لويد ده عنده القدره انه يضاعف السحر او يحلل اي قدره بيصيبها، وده اللي عاوزه لويد. وجريم بيقول مستحيل، انت عاوز تحلل سحر الانتقال الاني، السحر الاخطر على وجه الكره الارضيه في وسط معركه زي دي؟ انت مجنون يا لويد، استسلم واهرب، مستحيل الوحش ده يموت. بس لا، ده لويد. وجريم بيقول لويد هو الوحيد اللي هيقدر على جيسيرمي لانه الاقوى في العالم. وفي تلك اللحظه لويد بيحلل السحر الاني وبيدخل في العقل الباطن لجيسيرمي، واوبا بيشوف الشفره الكامله للسحر الاني وبيقول دلوقتي فهمت. وفجاه بيخفي كل النسخ وبيظهر قدام جيسيرمي، وجريم بيقول في ايه؟ بتعمل ايه يا لويد؟ وجيسيرمي بيضحك وبيقول اخيرا ادركت انك مستحيل تهزمني. فلويد بيقول له لا، دلوقتي انت اللي هتعرف مين اللي مستحيل يقدر يهزم التاني. وبيظهر قدام جيسيرمي بسرعه مرعبه، وبوم بيصيبه في بطنه بضربه قويه جدا، وبيكون بيستخدم اسلوب الكي. بس الصدمه الكبرى انه لويد هجم على جيسيرمي في المكان اللي اتنقل ليه. لويد فعلا كشف السر، وبيقعد وبيقول لجيسيرمي وريني بقى هتقدر تعمل ايه، خلينا استمتع شويه قبل ما اموتك. اوبا لويد بيدشمله حرفيا، وجيسيرمي بيتعصب جدا. ولويد بيقول صحيح، انت فاكر جيد قالك ايه قبل ما تموت؟ وبيفتكر وبيكون قال له هتخسر 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 يا جيسيرمي. وجيسيرمي بيتضايق جدا وبيكون هيخرج كل قوته، وبوم لويد بيديله واحده بالرجل بيطيره بعيد. ومش بس كده، بيكمل عليه وبيصيبه الضربه في الثانيه في الثالثه وفشخه حرفيا. وجيسيرمي بيتنقل لمكان تاني بس من غير اي فايده. بوم لويد بيظهر قدامه وبيصيبه بقوه، وجيسيرمي بيتنقل لاماكن كتير بس كل ده في الفاضي قدام لويد. ولويد بيظهر قوته السحريه وبيهجم عليه بهجوم جبار جدا قادر على تدمير المملكه بالكامل. وجيسيرمي مش عارف يعمل اي حاجه وبيقول ازاي مش عارف اعمل ايه قدام المتوحش ده. وخلاص الولا مش قادر يعمل حاجه، وبتخرج من لويد هاله مرعبه جدا وبيقول له ايه خلصت ولا ايه؟ فجيسيرمي خلاص بيجيب اخره وبيخرج اقصى قوه عنده، وبيقول الفرق الاكبر بين الشياطين والبشر هو اننا عندنا قوه سحريه ما بتخلصش. وبيظهر سحر جبار جدا وبيكون هيدمر المملكه بالكامل. تفتكر يا صديقي ان ده هينفع قدام الاسطوره لويد؟ لا والله. وفي لمح البصر لويد بيرفع ايده وبوم بيختفي كل سحر جيسيرمي. اوبا صدمه نزلت على جيسيرمي كالصاعقه، مش مصدق ازاي ده اقوى سحر تدميري في العالم. فلويد بيقول ايوه ما انا عارف، ما انا بقدر اعمله برضه بس اقوى شويتين. وجريم كمان مصدوم ومش مصدق جبروت لويد. وفي اللحظه دي بيظهر جيسيرمي ورا لويد وبيمسكه. صدمه بكل المقاييس، لقد شاهد جيسيرمي الهاله والسحر الاكثر رعبا على مر تاريخ البشريه. وجريم مش مستوعب، اول مره اشوف الكم الجبار ده من السحر، ومش اي سحر، ده سحر مرعب جدا. وفي تلك اللحظه بيظهر لويد كره الدمار بتاعه جيسيرمي بس بقوه واعداد مهوله جدا. ايوه هي دي عظمه بطلنا لويد، وبيهجم بيهم في نفس الوقت. وجيسيرمي بيتنقل بسرعه وبيهرب. بس هتروح فين بس؟ اكبر غلطه عملتها في حياتك هي انك تحديت الجبار لويد. ومن الناحيه التانيه البرتو والباقي بيخلصوا على الشياطين، وبيقول المفروض ان الشمس اشرقت من بدري، ازاي لسه الدنيا مظلمه؟ وبيبصوا للسماء، لا دي مش ظلمه الليل، ايوه دي ظلمه رعب قوه لويد الجباره. وجيسيرمي خلاص بيودع وبيزعق بعلو صوته اقتلوا الوحش لويد ده. بس مين بس اللي هيقدر يعمل كده؟ وها قد تمت المهمه بنجاح، عظمه على عظمه والله يا ابني. وخلاص انتهت الحرب والمملكه حكمت على نقابه المختالين بخدمه لويد مدى الحياه، وكلهم بيعيشوا في سلام وامان. وهنا بتنتهي حكايتنا. قول لي في الكومنتات يا صديقي ايه رايك في حكايه النهارده، واستنونا في حلقات اجمد واجمد. اشوفكم بخير ويلا سلام.